في قديم الزمان، كان هناك طفل صغير يعيش في قرية بعيدة، وكان يعرف بذكائه وبراءته. كان والد الطفل يعملان بجد لتوفير حياة كريمة له، ولكن العالم من حولهم كان مليئا بالتحديات. أدرك الوالد يوما أن الطفل بدأ يبحر في بحار الإنترنت دون توجيه. شعر بالقلق من أن يتعرض الطفل لمخاطر قد تفسد فطرته الطاهرة. قرر الوالد أن يتصرف بحكمة. بدأ بالحديث مع الطفل بلطف، موضحا له أهمية مخافة الله والامتناع عن النظر إلى الأشياء المحرمة، علمه أن القلب يجب أن يملأ بالإيمان وبالقرآن الذي هو نور الحياة. أوجد الوالد للطفل وقتا مخصصا لتلاوة القرآن والألعاب البريئة، وأسس له بيئة تحفزه على العلم والمعرفة الصالحة. كما وضع القيود المناسبة على استخدام الإنترنت، وشرح له السبب وراء ذلك ليشعر بالراحة والطمأنينة. وفي أحد الأيام، جلس الوالد مع الطفل وقرأ معه حديثا للنبي: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. شعر الطفل بفهم أعماق المسؤولية واستوعب معنى الرعاية. هكذا نشأ الطفل على الإيمان والحياء، محافظا على فطرته الطاهرة، داعيا الله أن يبارك له في حياته. المغز: حماية القلب بالفطرة والإيمان هو السبيل إلى حياة طاهرة وآمنة. الأبوان هما المرشدون إلى ذلك الطريق.